السلام عليكم، اهلا بيكم ورجعت لكم تاني في فيديو جديد من قناه افيليت ماركتنج اريا. انا يوسف، وان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن 10 ادوات مهمه لا غنى عنهم لو انت بتشتغل افيليت ماركتنج او لو بتشتغل مسوق بالعموله. وقبل ما نخش في الشرح ما تنساش طبعا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ونبدا باول تول معانا وهو موقع فري تكست تو سبيتش. الموقع ده مهم جدا جدا لو انت بتشتغل فويس اوفر او بتعمل فيديوهات يوتيوب بس ما بتطلعش بنفسك فيديوهات، فهيكون مناسب جدا جدا ليك لانه بتقدر من خلاله تحول اي نص انت عايزه لصوت. هنيجي هنا ونجرب كده الموقع. تمام، انا عملت لصق للتكست ده وهنجرب كده. هنا هو مختار اللكنه اليو اس انجلش. طب ونيجي هنا على ريد. Make money online through websites such as Upwork, Fiverr, and Freelancer.com. These sites offer opportunities to do a variety of freelance jobs, such as writing, programming, design, marketing, data entry, and being a زي ما انتم شفتم كده الموقع بصراحة موقع خرافة. وبنيجي هنا لو انت مثلا عايز تحمل او تداونلود التكست ده، بتيجي هنا على داونلود از ام بي 3. تمام، ونيجي على الموقع التاني هو موقع بيزنس نيم جنريتور. الموقع ده جميل جدا جدا لو انت بتعمل بيزنس اونلاين او لو انت بتفتح بيزنس جديد، فهيساعدك جدا جدا لانه بيرشح لك عدد من الاسماء تقدر اللي انت تاخدها وتحطها في البيزنس او تعمل. بيرشح لك اسم للبيزنس بتاعك. يعني هنشوف كده الموقع. نكتب مثلا هنا مثلا كتبنا افيليت ماركتنج اريا، ممكن نكتب مثلا جيمنج، نكتب على مجال الجيمنج مثلا ونشوف الاسماء اللي هيرشحها لنا الموقع. تمام، زي ما انتم شايفين دي الاسماء اللي مرشحها الموقع. يعني الموقع هيكون هينفعك جدا جدا، خصوصا لو انت بتفتح بيزنس جديد او بتنشئ قناه على اليوتيوب مثلا او بتعمل ويب سايت او بتعمل بيج على الفيسبوك. هيكون مناسب جدا جدا. ودي عدد الاسماء اللي الموقع مرشحها. ونيجي عند الاداه الثالثه وهو موقع this person doesn't exist. الموقع ده زي ما انتم شايفين بيعمل هي اداه اي اي تول بيجنريت صور. هو اصلا الصور دي مش موجوده على ارض الواقع، يعني الشخصيه اللي انتم شايفينها قدامكم دي مش موجوده اطلاقا في العالم. تمام، فاعتقد الموقع ده هتحتاجه لو انت مثلا بتعمل صفحات على الفيسبوك او بتعمل مثلا صفحات على التيك توك او قنوات وكده. الموقع ده هيبقى مناسب جدا جدا لان انت لو مش عايز تطلع بنفسك فانت ممكن تاخد صورة من دول وتحطها في الموقع او الاكونت اللي انت بتعمله. ونيجي عند الاداة الرابعة وهو موقع بين ساوند. الموقع ده انا بستخدمه شخصيا لما بحتاج ان انا انزل صوت في الباك جراوند بتاعت الفيديو. زي ما انتم شايفين الموقع فيه اكتر من اوديو. زي ما انتم شايفين كده الموقع بيرشح لك او في عدد من الاوديوز او من الصوتيات او موسيقى ممكن اللي انت تستخدمها كباك جراوند لو انت بتعمل فيديوهات على اليوتيوب او انت بتنشئ محتوى اونلاين. تمام، وهنا بتقدر فري داونلود من خلال تقدر تنزل الاوديو ده من خلال فري داونلود. ونيجي عند الاداة الخامسة وهو موقع 10 minute mail. الموقع ده بيديك ايميل وهمي. تمام، لو انت مثلا بتعمل اكونت في موقع معين فانت مش عايز تكتب الايميل بتاعك عشان طبعا انت عارف هم بيبعتوا نوتيفيكيشنز وبيبعتوا كل شويه اشعارات فبيملوا لك الانبوكس بتاعك اشعارات. انا ما بحبش كده. فالموقع ده سهل عليا حاجات كتيره جدا. لما اجي مثلا اعمل اكونت في اي موقع فباخد الايميل. وطبعا هنيجي هنا عند جيت انذر ايميل وتيجي هو ده الايميل اللي الموقع بيعمله لك. تمام، وبتيجي تدوس على كوبي، بتنسخ الايميل الجيميل ده. وهنا لما بتيجي تعمل سند عشان تفعل يعني الاكونت بتاعك بيجيب لك الرساله هنا في المنطقه دي.
تمام. طبعا المواقع دي كلها هسيب لكم اللينكات بتاعتها في الديسكريبشن. ونيجي عند الموقع رقم 6 وهو موقع فري بيك. الموقع ده بتقدر من خلاله انك تنزل صور او بتجيب صور لاي حاجه انت عايزها. مثلا لو بتشتغل مسوق اونلاين، او بتحتاج ان انت بتحتاج ديزاينات وكده وبتحتاج صور، الموقع ده يعني في عدد كبير من الصور وبشكل مجاني جدا، بعكس المواقع المدفوعه اللي انت لازم تدفع فيها فلوس عشان تاخد عشان تجيب صور يعني وكده. ونيجي هنا مثلا نكتب نموذج ويت لوس. تمام. كل الصور دي مجانيه. الموقع فيه عدد من الصور، مفيش صورة بتدفع فيها جنيه. تمام. نيجي مثلا هنا بدل ويت لوس نكتب ميك ماني اونلاين. تمام. دي كلها صور وديزاينات جاهزة، انت بس كل اللي عليك تنزلها، وزي ما قلنا مجانية بالكامل، ما بتدفعش فيها ولا جنيه. ونيجي هنا عند الأداة رقم 7 وهو فيك نيم جنريتور. الموقع ده بيديك معلومات عن شخص برضه هو مش موجود، كاسم، كسن، كرقم تليفون، كسن مثلا، كبيرث داي او التاريخ بتاع الميلاد بتاعه. بيديك معلومات وهمية. لو انت مثلا عايز تعمل حساب على الفيسبوك ومش عايز تكتب اسمك وكده، او عايز تعمل مثلا تسجل في موقع وانت مش حابب انك تكتب اسمك، فالموقع ده هيسهل عليك كتير وهيبقى مناسب جدا. الموقع اسمه فيك نيم جنريتور. تمام. هنا انت بتحدد الجندر او بتحدد الجنسيه سواء ذكر او انثى، وهنا النيم سيت عايزه بقى عربي، برازيلي، استرالي، امريكي، صيني، وهكذا. هنا طبعا دي الدوله. وزي ما انتم شايفين الموقع بيديك معلومات كامله عن شخص هو مش موجود، يعني مثلا طول، وزن، بلاد تايب يعني نوع الدم. تمام. هنا بيقول لك employment، مثلا الوظيفه اللي الشخص ده بيمارسها، مثلا company، occupation، harvest food وكده. يعني بيديك شويه معلومات كويسه تقدر من خلالها انك تعمل اي اكونت انت عايزه من غير ما تدخل بياناتك الشخصيه. ونيجي عند الاداه رقم 8 وهو موقع تايني يو ار ال. الموقع ده اداه كده زي موقع بيتلي لو تعرفوه. الموقع ده بيعمل لك شورت لينك. لو انت عايز تعمل تقصير للرابط بتاعك، فانت تجيب الرابط وتحطه هنا، فتدوس على شورتن يو ار ال، بيعمل لك الرابط شورت يو ار ال، يعني بيعمل لك رابط قصير تقدر ان انت تستخدمه من خلاله تقدر تعمل تراك على الناس اللي بتخش بتضغط على اللينك بتاعك. ويعني زي بيتلي بالظبط، بس الموقع ده اسهل شويه. الواجهه بتاعته سهله، وموقع بسيط ولذيذ جدا، وما بيطلبش منك اشتراك بريميوم. وطبعا الموقع اسمه تايني يو ار ال. هسيب لكم اللينك بتاعه في كل المواقع دي، هسيب اللينك بتاعها في اللينكات بتاعتها في الديسكريبشن. ونيجي عند الاداه رقم 9 موقع PDF درايف. الموقع ده بتقدر من خلاله انك تنزل او تجيب اي كتاب انت عايزه بشكل مجاني. بيوفر لك عدد من الكتب المجانيه. تمام. يعني مثلا زي الويت لوس، كل الكتب دي انا مثلا لما باجي اعمل اسوق مثلا منتج تخسيس او منتج ويت لوس، بحتاج مثلا ان انا لو هعمل لاندنج بيج بحتاج ان انا اسيب فيها مثلا يعني بخلي العميل يسيب الايميل بتاعه او يدخل الايميل بتاعه في اللاندنج بيج عن طريق اللي هو هيحصل على كتاب مجاني. عشان تمام الايميل ماركتنج هو مهم جدا جدا، ولازم تكون عندك لستة عملاء او لستة ايميلات من خلالها ترجع تستهدف العملاء بتوعك تاني. فبخلي دي هدية محفزة او حافز للعميل اللي بيضغط على اللينك او للعميل اللي بيخش على اللاندنج بيج بتاعتي، اللي هو هياخد كتاب بعد ما يسجل الايميل بتاعه. تمام. ونيجي عند اخر حاجة وهو الاداة رقم 10 موقع اسمه ريموف بي جي. الموقع ده لو انت مثلا بيشيل لك الخلفيه، بيمحي لك الخلفيه بتاعت الصوره. لو انت مثلا عايز عندك صوره عايز تشيل الخلفيه بتاعتها، فالموقع ده بيشيل لك الخلفيه بتاعت الصوره تماما. يعني هنجرب مع بعض كده.
تمام. نزل صورة مثلا او الصورة دي، تمام. زي ما انتم شايفين كده بيشيل لك الخلفية الباك جراوند تماما، وموقع مجاني ما بيطلبش منك انك تدفع فيه ولا جنيه، تمام. ووصلنا لنهاية الفيديو. طبعا لو الشرح عجبك وعدد المواقع ده شايف اللي هو هيبقى مفيد بالنسبة لك، طبعا تشرفنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم.